في إطار الزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف النواحي العسكرية وتكثيفا لجهود التواصل الدائم والمستمر مع الأفراد خاصة خلال شهر رمضان الفضيل، قام السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يومي 10 و11 من جوان 2017 بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة. الزيارة استهلت في يومها الأول بتفقد وتفتيش الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة، حيث وبعد مراسم الاستقبال تابع السيد الفريق رفقة اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى، وفي نقل مباشر من ميدان الرمي والمناورات تمرينا بيانيا بالرمايات الحقيقية نفذته وحدة من وحدات الفرقة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2016-2017. تتويجا لسنة التحضير القتالي 2016-2017 نفذ الفوج الخامس المدرع تمرين بياني تكتيكي مستوى سرية مدعمة بالرمايات الحقيقية بموضوع سرية دبابات في الهجمة المضادة. حضور الشخصي للسيد الفريق كان دافعا قويا لأطقم الدبابات، وهذا ما لمسناه في ميدانيا خاصة في نتائج الرمايات والتنسيق بين الفصائل، كما أن النتائج المحققة تؤكد جاهزية وحدات الجيش الوطني الشعبي للدفاع عن حرمة وسلامة ترابنا. السيد الفريق بعدها أسدى جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق بضرورة مواصلة بذل الجهد من أجل تحقيق التطور المرغوب والجاهزية العملية المطلوبة وجودة الأداء العملياتي المتكيف مع طبيعة المهام المسندة. إثر ذلك التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد الفرقة، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، جدد فيها التذكير بالجهود الكبرى التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي رفقة مختلف الأسلاك الأمنية حتى ينعم وطننا وشعبنا بنعمة الأمن والاستقرار. كما ذكر السيد الفريق بالإجراءات المتخذة لتأمين شهر رمضان الفضيل، وهي الإجراءات الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء فريضة الصيام في جو من الطمأنينة والأمان. ونواصل المهام تاعنا بدرجة عالية وبأنجع السبل. لازم نسمع ونخزن ونعمل وننفذ ونجسد، ومن خلال تنظيم هذه اللقاءات نسمع أبنائنا كيفاش يتكلموا ونشرح صدري ونفرح لما نشوف أبنائنا يتكلموا إلى الوطنية وعن قناعة. الفريق نائب وزير الدفاع الوطني السيد الفريق وفي إطار التواصل الدائم مع الأفراد استغل فرصة تواجده بمقر الفرقة للاستماع لانشغالاتهم والاطمئنان على ظروفهم المعيشية. اي وطاجين الشوم اي طعم الزبية مرة مرفيل سلطة مليح لاباس خير نبدا مليح الأمام هيا صحيح. اليوم الثاني من الزيارة وبمقر قيادة الناحية ترأس السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركاناتهم
وكذا قادة وحدات الناحية. في بداية الاجتماع ورفقة اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى، ألقى السيد الفريق كلمة توجيهية أكد فيها على أهمية هذا اللقاء الذي يعد بمثابة محطة تقييمية لاستعراض النتائج الميدانية المحققة في جميع المجالات. أنني بقدر ما أثمن الجهود التي تبذلونها يوما رفقة كافة الأفراد المجندين ليلا ونهارا، لا سيما خلال هذا الشهر الفضيل، فإنني أدعوكم مجددا إلى التحلي بالمزيد من الحرص على حسن التعامل مع بقايا هؤلاء المجرمين، والحرص على تحسيس الأفراد العسكريين ومختلف أفراد الأسلاك الأمنية الأخرى بحساسية المهام الموكلة إليهم وبحاجة وطنهم وشعبهم إلى جهدهم ومواظبتهم. بعدها استمع السيد الفريق إلى عرض قدمه رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى حول الوضع الأمني ومختلف المسائل الأمنية بإقليم الاختصاص. كما استمع أيضا السيد الفريق إلى عروض قادة القطاعات العملياتية ورؤساء مختلف المصالح الأمنية ليسدي بعدها توجيهات وتوصيات عامة ذات طابع عملياتي وأمني، مؤكدا على حتمية مواصلة جهود مكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاث هذه الآفة وإلى الأبد من بلادنا. والجزائر تنتصر في كل مكان وزمان، باش يكونوا خطر ما فيها صلاح، فيها تاريخ عريق، فيها ملايين من الشهداء سقطوا في ميدان الشرف، أغلى أنذاك ما علموا شبابهم. والجزائر وربي سبحانه وتعالى يشوف دائما البلاد هذه ما تقبلش واحد يعبث فيها.